مدرب منتخب المغرب وليد يستبعد لاعبين ويأتي بآخرين. بعد الإخفاق المؤلم والمخيب للآمال في كأس إفريقيا، ينتظر عشاق كرة القدم المغربية بفارغ الصبر تغييرات مثيرة في قائمة المنتخب الوطني مع وجود أسماء متعددة ومتألقة في أنديتها. هذه التغييرات المرتقبة تعكس إرادة الفريق الفنية لتجديد الدماء وبناء منتخب ينافس على أعلى المستويات. ومنح الفرصة للأسماء الجديدة يعكس رؤية المدرب المنتخب. بناء فريق قوي ومتوازن يمتلك خبرات مختلفة ويمكن الاعتماد عليه في المباريات القادمة. إن هذه الخطوة تعكس التزاما بتجديد الفريق وتجنب الأخطاء التي وقع فيها سابقا. وباتفاق مع فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأكيد على أهمية هذه الفترة للاستقرار واختيار الأسماء المناسبة لتمثيل البلاد في المستقبل. إن هذا الحدث يأتي في وقت استثنائي للمنتخب، حيث ينظر إليه على أنه فرصة حاسمة للتجديد والتحضير لمنافسات قادمة. مع العلم أن منتخب المغربي متأهل لكأس إفريقيا 2025. من المثير للشغف أن نرى كيف سيقوم المدرب وليد الكراكي بكشف الستار عن قائمة المنتخب الوطني الجديدة، والتي ستكون استعدادا للمعسكر القادم والمباريات الودية المنتظرة. هذه الخطوة تشعرنا بالتفاؤل والحماس لمستقبل كرة القدم المغربية، ونحن على يقين بأن أسود الأطلس سيعودون بقوة للمنافسة في البطولات القادمة، مما يجعلنا نتطلع بشغف لرؤية تألقهم وتحقيق النجاحات المشهود لها. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس.